ايه ده اللي انت جايباه يا وليه؟ دي شوية ملوخية وطماطم. من المزرعة طبعا. أيوة طبعا. طب روحي رجعيهم. يعني إيه؟ يعني ما تاخديش حاجة خالص من المزرعة، فاهمة ده؟ لا. وفيها إيه يعني؟ فيها ايه يعني ايه؟ احنا مش هنقعد على الحد. انا شغال على اللوري وبدفع قسطه، واللي هيطلع لنا منه هناكل بيه انا وانت والعيال. مالناش دعوه بالمزرعه دي خالص، ولا هناخد منها حاجه. ودي نرحل منها خالص. انما ده احنا قاعدين لما نشوف هترسي بينا على فين. حاضر يا أخويا حاضر. محمود يا فندم. انت مش واخد بالك ولا ايه؟ اخد بالي من ايه؟ قصيت شعري على فرانكا، بيسموها على جارسون. عجبك؟ كويس. اصلهم بيقولوا عند الكوافير ان الموضة دي رجعت تاني، او النبي بيقولوا كده. موضة حلوة مودرن. محمود. نعمت، مش شايفاني ماسك كتاب في ايديا؟ اقرا. القراية حلوة برضو. ده انا بمسك الجرايد والمجلات بقراها من الجلدة للجلدة. اصلي بقعد استناك كتير قوي. بقيت تغيب بره كتير قوي يا محمود، لكن زي بعضه، ما انت هتعمل ايه؟ شغلك كتير قوي، الله يكون في عونك. ده انا قريت النهارده فكرة هايلة. تلميذ صغير من دمياط كان بيبيع مشبك قدام المدرسة، ولما يضرب الجرس يدخل جري على الحصة. بالقروش الصغيرة يا عيني اللي كان بيكسبها كان يصرف على أمه. هوب سنة والتانية والتالتة قدر يحوش، وراح على بلاد برا، راح انجلترا. اشتغل بياع هناك اتعلم كويس قوي، وابتدى تاني يشتغل في التجارة، وسافر على أمريكا. عمل مصانع ضخمة وبقى غني قوي قوي قوي، وركب عربية طولها 6 متر. سألوه ايه سر نجاحك؟ قال انه قادر دايما يتحمل الضربات، كل ما ينضرب في ظهره يقوم تاني، وما ضيعش وقته في انه يبص ورا، عشان اللي فات مات. محمود، ممكن اكمل قرايه؟ قوي قوي يا سي محمود، اتفضل. افتح لك بلكونة الشباك، قصدي شباك البلكونة. لا كده كويس. طب اعمل لك فنجانين؟ نعمت، سيبيني اقرا. حاضر حاضر. حاجة غريبة جدا. تعالى يا سيدي، تعالى اسمع اخر الاخبار. ايه خير؟ في ايه؟ خير ايه؟ ده شيء في منتهى الغرابة والعجب. ايه في ايه بس؟ قال ايه؟ الست نعمت هنا في مصر ومع محمود في البيت. يعني ايه؟ انا عارفة. الله، ده موقف غريب فعلا.